التي شهدتها مصر خلال أكثر من 30 عاما. كانت هذه المدة كافية لكي تجعل المواطنين يعزفون عن المشاركة السياسية، وبالتالي لم يكن للشعب المصري وجود قوي في الشارع السياسي أو في شكل وتهيئة المناخ السياسي لكي يعبر عن مصالح المواطنين في الشارع المصري. وبالتالي حينما يصدر هذا الحكم التاريخي في هذه الدعوة التي أقمتها منذ عام 2005 ثم أقمتها مرة أخرى أمام الإدارية العليا منذ حوالي شهرين، وكانت الدعوة الأولى والأصلية، ثم انضم إلي بعد ذلك بعض الإخوة الناشطين والصحفيين. لكن هذه الدعوة الحقيقة كانت مبنية على العديد من الأسباب التي أدت إلى انهيار نظام مصر السياسي، وأدت أيضا إلى انتشار الفساد في بعض الأجهزة الحكومية التي كانت مرتبطة بشكل لصيق. يعني طيب. ما كنتيش تقدري تفرقي بين الحزب الحاكم وبين الحكومة نفسها. الحكومة كانت هي الحزب والحزب هو الحكومة، وبالتالي عانى الشعب المصري من غياب من يعبر عنه. عانت الأحزاب المصرية كلها طيب. من حرية تستطيع من خلالها أن تنافس. ولكن نريد أن نتكلم عن المرحلة المقبلة الآن. ما الذي يمنع أن تعيد كوادر الحزب المنحل تجميع نفسها وتظهر تحت مسمى جديد؟ لا، الحقيقة يعني الوعي المصري الآن والشعب المصري والشارع المصري وثوار مصر النهارده اللي انضموا ليا، سواء ائتلاف شباب مصر او مصر الحره الدكتور طارق زيدان او الدكتور عصام النظامي ممثل الجماهير الثوره، كل دول هم دول نبض الشارع المصري. انضموا لدعوه حل الحزب الوطني اللي اتسم بالفساد خلال المرحله الماضيه، وبالتالي من الصعب ان يتقبلوا ظهور هذا الحزب في وجه اخر. ولكن هذا ليس معناه أننا سوف نقتص من هؤلاء أو نمنع أو نحجر على هؤلاء من دخول أحزاب أخرى أو تأسيس حزب آخر، ولكن بشرط لا يمكن أن يقبل الشارع المصري أن يكون هناك حزبا جديدا بنفس شاكلة الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله اليوم. لذلك سوف يكون الشارع المصري أكثر وعيا، وهو الحصن والدرع ضد أي محاولة. ولكن باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، يعني لابد أن تكون هناك قوة تظهر خلال الفترة القادمة، وإلا ستبقى وحيدة على الساحة وسيكون هناك خلل في ميزان القوة من جديد. لا، أنا عايز أطمن حضرتك بالنسبة لمصر. مصر غنية جدا بالكفاءات وغنية بشعبها. مصر حزب السلام الديمقراطي الذي أشرف برئاسته وهو الذي أقدم على هذه الدعوة التاريخية. حزب السلام كان له في الانتخابات الماضية 214 مرشح، لكن حزب الوطن الديمقراطي عمل عملية حصار طيب، بقيت هذه الأحزاب مهمشة، بقيت مهمشة وليس لها ذلك الإقبال الجمهوري أيا كان السبب. يعني هل الفترة القادمة كافية لكي تظهر بصورة قوية وتحصل على الدعم اللازم نخبويا على صعيد الشارع؟ بالضبط. انتظري في مصر احزابا جديده قويه. طيب. انتظري في مصر حزب السلام الديمقراطي الواعد اللي داخل بممثلين عن كل دوائر مصر في الانتخابات المقبله. انتظري احزاب اخرى كانت مهمشه في المرحله الماضيه واستعادت الحريه واستعادت امكانيه التواصل مع الشارع المصري. انا بعتقد ان المرحله القادمه هي النقطه الفاصله في تاريخ الشعب المصري، النقطه التي سيتحدد على اساسها هل الشعب المصري كله يرضى أن يعزف عن المشاركة السياسية؟ هل الشارع المصري يوافق على أن تكون جماعة الإخوان المسلمين هي الوحيدة الموجودة والمحركة للأحداث السياسية؟ أنا أعتقد تماما أن الشارع المصري له رأي آخر، وأن الشارع المصري خلال المرحلة القادمة، الشارع المصري الذي استطاع أن يحدث هذه الثورة وليس الإخوان المسلمين وحدهم، الشارع المصري هو قيادات ثورة مصر الموجودين في كل ميادين مصر، مش في التحرير بس. الشارع المصري أصبح يعج بحالة حراك سياسي غير مسبوقة. أنا أعتقد أن ثورة مصر جعلت في شباب مصر صحوة كانت موجودة في دمائهم، لكن هذه الصحوة ستمنع أي انقضاض على أي محاولة لجذب هذا الحزب لأناس آخرين ومحاولة سيطرته مرة أخرى على مقاليد الأمور، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على وجود أحزاب جديدة وأشخاص جديدة. وخلي بال حضرتك إن احنا عندنا كان أكتر من 95% من شعب مصر غير مشاركين في الحياة السياسية، لا ينتمون لأحزاب سياسية. النهاردة وبعد حل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله ورد مقره وممتلكاته إلى الدولة، أنا واثق تماما إن مصر هتشهد
اقبالا غير مسبوق على المشاركه في الاحزاب السياسيه، ان المواطن المصري بقى اكثر وعي، هيعرف حزب السلام الديمقراطي هيقدم له ايه في المحافظات وهيعمل ايه في الدفاع عن مصالحه، هينتمي لهذا الحزب او ذاك. لذلك المرحله المقبله مرحله حساسه جدا، مرحله سنجني فيها ثمار ثوره 25 يناير. والنهارده بالذات انا اعتقد ان احنا قاربنا من ال 80% ممن كنا نحاول الوصول اليه او نطمح في الوصول اليه من ثوره 25 يناير. شكرا جزيلا المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي واول من رفع دعوى قضائيه لحل الحزب الوطني. شكرا لك. فقط تجدر الإشارة أننا حاولنا الاتصال بممثلين للحزب الوطني الحاكم سابقا المنحل، ولكن لم نوفق، وسنستمر في المحاولة على العموم خلال الأيام القادمة. وحصاد اليوم الإخباري مستمر معكم فيه أيضا. طالبان تصعد هجماتها على القوات الأجنبية.